الخير عليكم الزينات، كراكم دايرين؟ شاتكم بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. اليوم جيتكم بوصفه الكعك كيجي هشيش خفيف ويدوب في الفم. نبداو تفرج بركه الله بسم الله. هنا كيما راكم تشوفوا ريسيبي درت كاس ما يكون دافي عفوا. نزيد لها كاس حليب ثاني يكون دافي. هي وصفه سهله وناجحه 100%، ماذا بيا تجربوها. نزيد لها ثاني حبه بيض، نزيد لها مغرف ونصف من خميره الخبز. هنا كيما راكم تشوفوا درت مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ونزيد نصها، ونجيب الفوين نخلط دوك السوائل مع بعض. وهنا ماذا بينا نخلطو مليح ديك الخميره الخبز باش نقعد حبيبات حتى تذوب لنا وتكون يجي هشيش خفيف ويدوب في الفم. ماذا بيا تجربوه. ومامتو هي وصفه سهله وناجحه 100%. ونخلط مليح دوك السوائل ديك الخميره تذوب لنا باش ما تقعدناش حبيبات. هنا كيما راكم تشوفوني نخلط مليح. وندير الزرع اللي هما حبه الحلاوه والسانوج، ما تقدري الجنجلان. هنا درت مغرف تاع حبه حلاوه ومغرف تاع سانوج. نزيد لها كاس تاع السكر. هنا الكاس تاع السكر ما عمرتش، ناقص منها ان دوا. اللي بغات الحلاوه تعمر داك الكاس تاع السكر. نديرها نص كاس تاع زيت. نزيد هنا نص كاس تاع زيت. تاني نخلطهم حتى ينسجموا، نخلطهم مليح. هنا كيما راكم تشوفوني نخلط مليح. وعندي زيت دو سيترون اللي هو قشور الليمون، درت حبه كامله ثاني هو نرميه. وهنا نضرب تخليطه خفيفه باش هذاك زيت دو سيترون يتخلط لنا. انا خواتي شي نقول لكم ريحه الليم غادي ريحه في الكوزينه. ونجيب الفاينه، ماذا بينا الفاينه خاوي النوعيه تكون مليحه. هنا قبل ما ديروا الفاينه تاعكم تكونوا ديجا غربلتوها من قبل باش هذيك لاباط تجيكم شويه الحبيبات. هنا كيما راكم تشوفوا درت الكاس الاول، غنزيد الكاس الثاني ونزيد لها رشه تاع ملح، ونزيد كيس ونصف من خميره كيميائيه. انا قلت لكم درت كيس ونصف من خميره كيميائيه. ونصها اللي هي مغرف صغيره. تاني نخلطهم بالفوي. انا غادي الفوي نخلطهم. ميم تقدري تخدمي به كمشروع، تخدمي به على روحك، تنجمي ديري في دارك وتجي عيد الاضحى ان شاء الله تفرحي بوليداتك. ان شاء الله تعيدوا بالصحه وقبل العام الجاي ان شاء الله. انا خلطهم مليح باش ديك الحلابات ما تقولناش فيه حبيبات تاع الفرينه. هنا كيما راكم تشوفوني نخلط مليح. وهنا غنزيد الكاس الثالث والرابع. نخلط تاني بالفوي. والفرينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، كل وحده وكيفاه. انا خلطو مليح. والله يا خواتي يجي بزاف هشيش وخفيف، يجدو في الفم ويجي مقطر، ما عندي ما نقول لكم. وانا غنزيد الكاس الخامس. من الافضل نستعملو يدينا باش نعرفوا لاباط الا خاصها الفرينه ما خاصهاش فرينه. كيما نستعمل يديا باش نعرف الا لاباط خاصها الفرينه ما خاصهاش فرينه. كاين اللي شغل راكي تعجين في المطلوع، هو حاجه سهله و كيما نقولوا خفيفه. هنا كيما كنت شغل لاباط راه عاده خاصها الفرينه. وانا غنزيد لها. ولا لاباط ما تقصحوهاش، خلوها شويه طريه باش هذاك الكعك يجينا خفيف وهشيش ويدوب في الفم. نخلطو مليح هذيك لاباط. كيما قلت لكم لاباط لك ما تقصحوهاش بزاف وتخلوها كيما قلت تلصق في يديكم. هذيك لاباط اللي تجي تلصق باش داك الكعك يجيكم خفيف وهشيش قلت لكم.
كيما هنا خاصه الفرينه، زيد الفرينه. نتوما الفرينه عندكم ميزانكم، قلت لكم كاين الفرينه تشرب كاين الفرينه ما تشربش، كل وحده وكيفاه. نخلط راني مليح هذيك الفرينه، عفوا ديك لاباط نخلطها مليح حتى نتحصل العجينه تكون طريه وتلصق في اليد. نقول لكم حتى نتحصل العجينه تكون كيما هكا، تكون طريه وتلصق في اليدين. اللي هذيك لاباط تجيكم تلصق في يديكم، باش كاع كيجينا خفيف وهشيش ويدوب في الفم ويجي خواتي يجي مقطن. انا غادي نحط ديك لاباط تاعي فوق البلون دو طرافاي، ندلكها شويه، نرشها بالفرينه داك البلون دو طرافاي باش لاباط ما تلصقليش. وهنا خواتي باش نقول لكم شحال من كاس درت لي الفرينه، درت لي 7 كيسان. نحط ديك لاباط تاعي فوق البلون دو طرافاي. هنا كيما راكم تشوفوا لاباط راها تبان خفيفه، راها تبان ما شاء الله خواتي، ممكن ترفديها تحسيها طريه في يديك. هنا غادي ندلكها باش كلكعك خواتي جينا الله الله. هنا كيما راكم شويه ندلكها مليح. ولا خواتي لاباط شنقول لكم راه خفيفه ما شاء الله. هنا لا شتي تلصق لك زيدي الفرينه، رشي بلون دو طرافاي تاع الفرينه باش لاباط ما تغبنكش. كيما هنا غادي نرش الفرينه، لصقت لي شويه ثاني نزيد ندلكها شويه. هنا كيما كنت ندلكها مليح. لا شوفوا خواتي لاباط كي راها جات ما شاء الله. كيما كنت دلكتها مليح. هنا نجيب غاسيبيون نرش عليها الفرينه باش ديك لاباط ما تلصقليش. نجيب ديك لاباط تاعي نقلعها فوق بلون دو طرافاي. وانا خوتي شوفوا لاباط كي راها تبان ما شاء الله. اش نقول لكم. وانا غادي نغطي عليها نخليها تخمر ونولي لكم خواتي الزينات. وانا خواتي بعد لاباط ما خمرت شوفوا كي جاز ما شاء الله. هنا ثاني غادي نحطها في بلون دو طرافاي. انا غندي غازيها شويه باش هذيك بلون دو طرافاي الفرينه نرشها شويه باش ما تلصقليش. انا قلت لكم غادي نديكازيها شويه. ياك قلت لكم تلصق كيما هكا باش الكعك تاعكم يجيكم هشيش وخفيف. وانا اخوتي غادي نشكل هذه بولات كيما راكم تشوفوا بلا راه تبان ما شاء الله، راه تبان خفيفه، ممكن تلمسيها بيديك تحسيها خفيفه وطريه كيما راكم تشوفوا. هنا نجيب غرفيه فيها الزيت ندهن بها يديا باش هذيك لاباط ما تلصقليش في يديا. نشكل هذه بولات. هنا دي بولات بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا اختيار لكم. انا غادي نشكلها معكم كاع دي بولات. قلت لكم هي وصفه سهله وناجحه 100% وماذا بيا تجربوها وتخلوا رايكم في لي كومونتير. انا غادي نشكل معكم هذيك لاباط كاع دي بولات. ميم لاباط كتبديها في يديك تحسيها خفيفه وتحسيها طريه ما شاء الله. انا غادي نشكلها معكم كاع دي بولات. وهنا نجيب بلاطه الكوشه نرشها بالفرينه كيما راكم تشوفوا نرشوا كيما هكا الفرينه باش ديك لاباط ما تلصقلناش. نحط دوك دي بولات تاعي في البلا. وانا غادي نكمل ديك الكميه تاع لاباط باقيتين نشكل هذه بولات معكم. والله يا خواتي يجي هشيش وخفيف ومقطن ويجي ما شاء الله. ماذا بيا تجربوا هذه الوصفه قلت لكم. هنا بعد ما شكلت هذه بولات كيما هكا خواتاتي نغطي عليه ونخليه يرتاح مده حوالي 5 دقائق ونولي لكم خواتي الزينات. وهنا الزينات بعد ما ارتاح 5 دقائق كيما راكم تشوفوا خواتي الزينات. هنا تاني ندهن يديا بالزيت باش ديك لاباط ما تلصقليش. ماذا بيكم دهنوا يديكم بالزيت باش لاباط ما تلصقلكمش. نحلوها غير بيدينا كيما هكا في الوسط. انا قلت لكم حلوها غير بيدينا كيما هكا في الوسط كيما شغل راه كيدير حبه تاع السفنج. كلي شغل راه كيدير فيك الحبه تاع السفنج حلوها مليح.
نبلاطيها شويه كيما هكا. ومن بعد نجيب المقص ونبداو نديرو هاد التقطيعه الخفيفه كيما راكم تشوفوا خواتي، كيما كنقطعوا ديك التقطيعه الخفيفه الاطراف كيما هكذا خواتي، باش يمد لنا داك الشكل التقليدي او مانطو يجينا على شكل ورده. هي فكره سهله وبسيطه، ماذا بيا تجربوها. نجيب بلا تاع الكوشه كيما راكم تشوفوا، رشيتها الفاينه شويه باش لاباط ما تلصقليش، نحط ديك الحبه تاع الكعك في البلا. هي فكره سهله وبسيطه، ماذا بيا تجربوها. نزيد نشارك معكم الحبه الزاوجه، وماذا بيكم دهنوا يديكم بالزيت باش ديك لاباط ما تلصقلكمش. نحلوها غير بيدينا في الوسط كيما هكا، كي شغل راه كديري حبه تاع السفنج قلت لكم نديروها كيما هكا، نبلاطيها شويه كيما هكا، ما نبلاطوهاش بزاف. ومن بعد نجيب المقص نبداو نديرو ديك التقطيعه الخفيفه، عفوا نقطعوا ديك التقطيعه الخفيفه على الاطراف باش يمد لنا هذاك الشكل التقليدي او مامطو يجينا شكل ورده. ثاني نحطها في البلاط تاع الكوشه كيما راكم تشوفوا تاتي، كيما راكم تشوفوا جانا شكل ورده. نزيد نكمل دوك الحبات راهم باقيين معاكم، ثاني نشكلهم. قلت لكم هي فكره سهله وبسيطه، ماذا بيا تجربوا هاد الفكره وديتها لكم اليوم. وانا خواتي نكمل معكم دوك الحبات راهم باقيين لي. ومن بعد نجيو المقص ونبداو نديرو هذيك التقطيعه الخفيفه كيما قلت لكم باش يمد لنا الشكل التقليدي ومامطو يمد يجينا على شكل ورده كيما راكم تشوفوا خواتي زينات. ثاني نحطها في البلا كيما راكم تشوفوا. انا غادي نكمل معكم هذيك راهم باقيين لي. قلت لكم كي راكم ديروا الحبه تاع السفنج، هنا ماذا بينا نحلوها غير بيدينا في الوسط كيما هكا، نقدر نحلوها مليح كيما هكا، ونقطعوا ديك التقطيعه الخفيفه على الاطراف بتجينا شكل ورده. حتى نتحصل هذا الشكل كيما هكا خواتي زينات راكم تشوفوا. نغطي عليه ونخليه يرتاح ويولي لكم خواتي زينات. وهنا خواتي بعد ما ارتاحوا كيما راكم تشوفوا درت حبه كامله تاع بيض مع 2 مغارف قهوه سائله، نخلطوها مليح، ندهنهم كاع داك الوجه تاعهم، ندهن كاع داك الوجه تاعهم خواتي تاع الكعك، ندهنهم مليح. انا غادي ندهن كاع داك الوجه تاع الكعك تاعي، ندهنهم مليح قلت لكم. ماذا بيا تجربوا وصفه الكعك وتخلوا رايكم في لي كومونتير، قلت لكم يجوا خفاف وهشاش ويجوا مقطنين ويذوبوا في الفم. هنا كيما راكم تشوفوا ندهن كاع داك الوجه تاع الكعك تاعي. هنا الفيديو شاركته معكم لقطه بلقطه. هنا كيما راكم تشوفوا ندهن مليح دوك الوجه تاع الكعك تاعي، راح ندهنهم مليح. وفي الاخر نزينهم بالجنجله ولا السانوج كيما انا درت الجنجله والسانوج. اللي عندك زيني به، ما تبقاي ديري السكر ديري السكر. انا درت السانوج والجنجلان. وهنا قبل ما تدخلوا الكعك تاعكم في الكوشه تكونوا شعلتوا على الفرن من قبل باش يحمى لكم مليح يسخن مليح، وندخل هذاك الكعك تاعي في الكوشه يطيب. وانا غادي ندخل هذاك الكعك تاعي في الكوشه يطيب، نشعل من تحت كي يشفى طاب من تحت نشعل من فوق خليه يتحمر. هنا كيما راكم تشوفوا الكعك تاعي في الكوشه بعد ما طاب من تحت شعل من فوق خليه يتحمر. وشوفوا الكعك تاعنا واجد على طاوله التقديم. والكعك تاعنا شوفوا الله يبارك وجد، شوفوا كي جا ما شاء الله جا محمر. انا نقول لكم جا خفيف ريشه، ما عندي ما نقول لكم، ما مليحه الكعك راه دايره حاله خواتي في الكوزينه. نفتح معكم ديك الحبه باش تشوفوا. شوفوا كي جا قلت لكم جا خفيف ريشه وجا قطني. ماذا بيا جابوا هاد الوصفه للعيد. انا نقول لكم مع كاس قهوه الله الله ما عندي ما نقول لكم. وانا نقول لكم شهيتكم في الجنه داك الجان فضل وليس امرا. نتلاقى في فيديو اخر، والى اللقاء خواتي الزينات.